السلام عليكم ومرحبا بكم. نبداو ونقول بلاك تقول كلامي قصرى يا سامع لابد تفهم كلامي، خذ منه عبرة عندك ما تدين الدين. كلامي شجرة معبية ثمرة تقدم إذا راك باغي تجي. أنا الحكواتي بلال، صول ونجول من مكان لمكان، من مدينة لمدينة، من بلاد لبلاد، من قرية لقرية لدشرة لدشرة. نحكي للصغار، نحكي للكبار، نحكي على الدين، نحكي على العلم، نحكي على الوطن. واليوم جيت نحكي لكم حكاية وحكايات يا فاهمين ويا سامعين الكلام. نبدا. كان يا ما كان في وحد الزمان، في وحد المكتبة كبيرة، وكيما على بالكم المكتبة وش نلقاو فيها؟ كتب. وش نلقاو فيها ثاني؟ القصص. ونلقاو فيها حتى الكتاب. وهذا الكتب باش نكتبوهم يا أطفال؟ بالقلم. كان كاين واحد القلم يا أطفال في المكتبة. وباش نمهدوا للحكاية وتفهموا مليح، مثلا كاين أطفال يعرفوا يقراوا ومجتهدين، لكن فيهم واحد الصفة، هذيك الصفة رايحة ترجعهم ماشي ملاح. شنو هذه الصفة في رايكم؟ شنوها؟ تهاون. لا، هو مجتهد ويعرف يقرا. صفة مجتهد. هو مجتهد يعرف يقرا. تصيبو مغرور. يعطيك الصحة. صفة الغرور وهي صفة ذميمة. تلقى مثلا كاش طفل يعرف يدير رياضة ولا سباحة، ولكن تلقاه مغرور. هذاك الغرور راح يحطم الطموح نتاعو. هذه بداية للحكاية نتاعنا اللي جرات الأحداث نتاعها في إحدى المكتبات بين القلم والكتاب. كان يا مكان في واحد الزمان يا سامعين ويا فاهمين الكلام، واحد القلم مع كتاب في مكتبة قديم. في هذاك النهار اتكلم القلم، واحد الصوت فيه نبرة قوية، وقال الكتاب: يا كتاب، أنا راني قررت، وقرار لا رجعة فيه. من التاريخ نتاع اليوم ما نزيد نكتب ولا كلمة. كيفاه؟ وش راك تقول؟ انت اصلا قلم وخلقك ربي باه تكتب، وهذه هي الوظيفة نتاعك. كيف راك تقول انا من التاريخ نتاع اليوم ما نزيد نكتب ولا كلمة؟ هذه تدخل في الراس، هذه ما حاجة ماشي معقولة. كيف هي القلم؟ وش هي الاسباب؟ قال له هنا طرحت سؤال مهم. اكيد عندي اسباب، واذا راك حاب تعرف الاسباب نتاعي اسمع مليح. السبب الاول، انا نتعب ونكتب ونسهر، ولكن في الاخير يقولوا الكاتب الفلاني، ولا واحد ذكرني
وقال القلم الفلاني. كيفاه؟ انا نتعب ونعيا والحبر نتاعي يضيع مني وما يتذكروش اسمي. هلو زيد السبب الثاني، هذو الكتب اللي راهم في المكتبة شكون اللي كتبهم؟ انت يا القلم اللي كتبتهم. شوف اذا تلقى في كاش كتاب مكتوب اسمي. قالوا اذا حبيت نولي نكتب عندي شروط، والشرط الاول لازم عنوان الكتاب يكتبوه في وجه القلم وليس في وجه الكتاب. وش راك تقول يا قلم؟ هذه اشياء ماكش كيفاش تصرى. اطفال كبار كاش خطره لقيتو في قالم مكتوب عنوان الكتاب، هذه حاجه ماكش منها كامل. شكون اللي قال لك؟ هيا روح تفضل معانا، اجلس تفضل. كاش نهار لقيت في قلم مكتوب عنوان الكتاب ما كاش، اجلس. قالوا هذه الحاجه ماكش منها، ما نقدروش نديروا عنوان الكتاب في القلم. قالوا وانا راني اتخذت قرار، دبروا راسكم وقلبوا باه تكتب. قالوا ولكن يا القلم انت ما على بالكش انه ربي سبحانه راه كرمك وسمع ليك سوره في القران اللي وسمها سوره القلم. تفضل معانا، زيد ارواح انت، يلا ارواح انت. هيا اجلس، هيا ارواح. كاين سوره في القران واسمها سوره، باش تبدا نون والقلم وما يسطرون. شفت ربي كي يبغيك يا القلم كيفاش سمع ليك سورة القرآن. هذه حيلة قال له ما يهمنيش كاين ولا ما، انا اتخذت قرار قاعدة فيه من تعلم ولا لا هي الا لحظات يا اطفال يا سليم ويا فاهمين الكلام. حتى كاين قلنا في المكتبة كاين كتاب وكاين كي كاتب وحب يكتب اكيد يروح يشد القلم. كي يمسك القلم وفتح هذاك الاوراق باش يكتب، القلم ما بغاش يكتب. وحنا فينا واحد الطبيعه كي ما يبغيش يكتب القلم واش نديروا له؟ نخربشوا به، خربش القلم ما بغاش يكتب. واش قال له خربش ولا قعد. انا الكاتب ما يفهمش لغه القلم. هنا الكاتب واش دار يا اطفال؟ شد القلم كسره على اثنين ورماه في سلة الماء. مغرور، هذا هو الغرور. هذه الحكايه هي في الحقيقه حكايه واسمها الدين الحمقاء. انتم ما قريتوهاش، ماماكم وباباكم اكيد قراوها في الابتدائي وراهم شافين عليه.